دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى محافظة القليوبية، هنشوف هناك أحدث أصناف الفول البلدي المصري اسمه المارد، واللي نجح في تربية هذا الصنف هو أستاذنا وعالمنا الجليل الدكتور سيد عبد السلام، أستاذ تربية النبات المتفرغ في مركز بحوث الصحراء. هو مارد بالفعل، يكفي أن هذا الصنف طوله بيصل إلى 2 متر وإنتاجيته 15 أردب على الأقل في الفدان الواحد، واحتياجاته المائية ضعيفة جدا. خليكم معانا عشان نتعرف على أحدث أصناف الفول البلدي المصري. المارد واحد من أفضل أصناف الفول البلدي في مصر حالياً، نبات قوي وإنتاجه غزير وعنده قدرة فائقة على تحمل الظروف المناخية ومقاومة نبات الهالوك المدمر لزراعات الفول البلدي. المارد يعتبر بجد إنجاز علمي جديد للدكتور سيد عبد السلام، أستاذ تربية النبات المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، واللي نجح في تربية الصنف والحفاظ عليه وتسجيله كصنف عملاق بيحقق 15 أردب على الأقل في الفدان الواحد، لأنه باختصار شديد جدا مؤمن إيمان كامل إن مصر ما ينفعش تستورد حوالي 65% من الفول البلدي اللي بنستهلكه محليا، وأصر على تربية أصناف عندها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر بنسبة 100%. وخلي بال حضراتكم هو صاحب أصناف الفول البلدي مريوط 2 ومريوط 3 اللي غيرت شكل زراعة الفول البلدي في مصر. وبالمناسبة صنف الفول البلدي المارد مذهل فعلا، لأن احتياجاته المائية ضعيفة جدا وبيخصب التربة بصورة مذهلة، بخلاف إن طول النبات الواحد بيعدي 2 متر، وعدد تفريعاته بجد ما تعدش، بتوصل ل 33 و 34 تفريعة، وكلها متروسة بقرون الفول، لأن نسبة العقد بتوصل ل 60%، لدرجة إن الزهرة الواحدة بتطلع 3 و4 قرون. ومن هنا سجلته فوراً وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كأحدث أصناف الفول البلدي المصري. تعالوا نقابل الدكتور سيد عبد السلام، أستاذ تربية النبات المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، عشان نتعرف على أحدث أصناف الفول البلدي المصري المارد الرهيب فعلا. دكتور سيد، عايز أفكرك بحاجة. في 2014 كان أول لقاء بينا، وحضرتك كنت معاك شجرة فول بلدي كانت من صنف مريوط 2، أنا بحاول أتذكر، وساعتها أنا وقفت قلت لك يا دكتور إيه اللي في إيدك ده أنا في حياتي ما شفت عدد قرون ولا تفريع بالشكل ده. قلت لي ولسه وهنكمل، وعندنا أساتذة تربية نبات محترمين في مصر ولازم تفهموا كده. النهارده احنا بنتكلم على المارد. ايه حكاية المارد ده بقى؟ وهو فعلا مارد طبقا لتوصيات فخامة الرئيس ومعالي وزير الزراعة. احنا كباحثين في مجال تربية النبات مهمتنا الأساسية ان احنا نبني نباتات جديدة ونطور الإنتاجية على مستوى الجمهورية، خاصة كمان إن إحنا رئاسة الجمهورية في توسع في الأراضي الزراعية، فدايما أي واحد بيزرع أراضي جديدة أو يستفتح أراضي جديدة، أول محصول يفيد الأرض ديت هو الفول. ليه؟ لأن عندنا مشاكل في الأسمدة. الفول اللي أنا بعتبره زيرو نيتروجين، ما بيحتاجش أسمدة أزوتية كتيرة. ليه؟ لأنه بيتنمو على جذوره عقد بكتيرية تكافلية بتمد النبات بالنيتروجين اللي هو محتاجه، وفي نفس الوقت بتزود لي خصوبة التربة للزرعة اللي بعديها، بتسيب لي تقريبا من 20 ل 30 وحدة أزوت، معناها إن شكارتين نترات تقريبا بيسيبها لي للزرعة اللي بعديها. حاجة تانية، المحصول الفول من المحاصيل الأساسية اللي هي مقاومة الجفاف، احتياجاته المائية قليلة جدا. يعني يمكن مريوط 2 لما تقيم في منطقة النوبارية على المطر كان 135 ملي، يعني 1350 متر مكعب مية بيحتاجهم الفدان. لما نيجي نقارن بأي محصول تاني هنلاقي بيخش في 3000 وال 4000 وال 5000. ده صحيح. يبقى أنا بعالج مشكلتين، مشكلة خصوبة الأرض ومشكلة المية. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا بوفر الفول من المحاصيل الاقتصادية
اللي هي بتدر عائد كويس بالنسبه للمزارع. ان شاء الله باذن الله احنا مجهوداتنا ان احنا نزود انتاجيه الفول عن طريق تربيه اصناف جديده، ومن ضمنهم المارد. وزي ما احنا شايفين صنف المارد من الاصناف المسجله حديثا، وتم تسجيلها بعد التقييمات على مستوى الجمهوريه في مناطق معينه. لجنه تسجيل اصناف الحصاد الزراعيه هي اللي سجلت طبعا، هي اللي اعتمدتها، هي اللي مسؤوله عن تسجيل اصناف. بسمع كده وانا قاعد وهم بيعدوا التفريعات 33 31 28. ايه التفريعات دي؟ ايه الغزاره دي؟ ايه الطول ده؟ الكلام ده ازاي؟ ما احنا متعودين الفول قد كده، ازاي بقى قد كده؟ اولا الصنف طويل زي ما احنا شايفين، عدد الفروع بيبتدي من 13 فرع يمكن يوصل 30 و35 فرع. وبعدين المنظر اللي احنا شايفينه، احنا لسه قدامنا تقريبا شهر ونص عبال ما نحصد، لان هو خلاص وقف تزهير دلوقتي، ففي قرون لسه لم تكتمل. بعد شهر كل القرون الصغيره دي هتكبر، وهيبقى في، مش عاوز اقول لك النبات هيشيل اكتر من 300 قرن. طب والحبايه كمان كبيره، والحبايه ولسه بتملى. ده حجمه كبير عن مريض 2. بالاضافه ان احنا على فكره زارعين حوالي 7-8 مواقع، منهم موقع في السنبلاوين في المنصوره، وموقع في المنزله، ومنهم مواقع عندي هنا في منطقه الخنكه في جبل الاصفر، وفي مواقع في العميد وفي العلمين، وفي وادي النطرون. كله حقق نفس النجاح ان شاء الله باذن الله. انا بزورهم بنفسي. هل في فروق ما بين مريوط واثنين وثلاثة ومارد في الزراعه او في المواسم او في الاماكن بتاعت الزراعه؟ لا، هو مكان مواعيد الزراعه ده ميعاد ثابت، ما فيش فيه مشكله. من اماكن الزراعه من اخر اسبوع في 10 لحد نص 11 ده انسب مواعيد، واول 11 ده بيعتبر انسب مواعيد طبقا للمنطقه. برضه كل منطقه لها صفات. غيرت المناخيه ما زحزحتش شويه؟ والله السنه دي زي ما انت شايف كده، اليومين اللي جم هوا دول ان كنا نعرف نمشي في الفول ده مش هنبان منه. ويمكن في اشجار انت شايفها حضرتك اهي، الرقاد ده من كثافه القرون اللي فيها دكتور؟ من كثافه القرون. ده بالعكس، ده خير للمزارع، ده بيحب الكلام. بس هو الرياح اللي جت دي لخبطت الجو شويه. هل في مواصفات خاصه في زراعته؟ لا يعني طب اشرح لنا يا دكتور مسافات قد ايه؟ المسافات احنا بنزرعه على من 25 ل 30 سم. من 25، ولو زاد بيزود عدد الفروع كمان. والجرة فيها كام حبايه بقى؟ نحط كام حبايه في الجرة؟ في التعاقدات اللي احنا عاملينها، مش عاوز اقول لك الفدان بيزرع من 15 ل 20 كيلو. من 15؟ الناس الثانيه بتزرع من 30 ل 50 كيلو، وده طبعا مش في تكلفه الانتاجيه في التقاوي غاليه. خلي بال حضراتكم، بذرة الفول البلدي المارد في بداية الزراعة بتكون عقد جذرية بيضة بتبقى على الجذور، وده بيوفر 30% من السماد الأزوتي اللي بيحتاجه النبات طول الموسم. والنتائج بتظهر بعد 20 ولا 21 يوم من الزراعة على هيئة عقد بكتيرية جذرية متعددة، وده بيزود في النمو الخضري والثمري في نبات الفول المارد، وبيحقق إنتاج مبهر للمحصول اللي هيتزرع بعد الفول، لأنه فعلا بيزود من خصوبة التربة. دكتور، احنا النهاردة زارعين في مصر حوالي 200,000 فدان بالفول البلدي. معنى كده ان مارد ده اللي هو وزارة الزراعة قالت عليه بيحقق كام في التسجيل بتاعه؟ حوالي 15 أردب. المتوسط العام في مصر 10 ونص، 10 و2 من 10. يعني احنا زايدين 4 أردب. طبعا لو 4 أردب في 200,000 يعني 800,000 أردب. يعني احنا عندنا كل النقص 32% من العجز يحقق في تحقيق الاكتفاء الذاتي. بس المهم ان احنا نقدر ننتجه على نطاق تجاري. يعني عندنا مشكلة تانية. مشكلة تانية ان في مزارع ياخد التقاوي يزرعها اول سنة ويبيع منها لتاني سنة. المفروض ان انا كمزارع ما احجزش تقاوي من السنة اللي بعديها. تقاوي عالية الانتاج منتقاه، لان طبعا ديت التقاوي الاساس او التقاوي المربي دي بتبقى تحت رقابة شديدة جدا طبعا. من ساعة الزراعة لحد الحصاد طبعا. ليه؟ بتيجي لجنة من الوزارة هي اللي بتفتح الشكارة وبتزرع وبتحضر الزراعة، وساعة الحصاد لازم يبقى المهندس المسؤول عن التفتيش الحقلي موجود. أول الدراسة لازم موجود، وبتطلع بقى التقاوي تخش المعامل وتتفحص والكلام ده كله، والغربلة كلها تبقى تحت إشراف الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي، الدكتور أحمد أدام ربنا يعينه. بصراحة يعني من الناس اللي هي لها بصمة كبيرة في الإدارة. لدرجة إنه جه مرة معايا في العلمين هو الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وشافوا مريوط 2 طبعا مشيوا فيه ساعة عشان يطلعوا لي نبات واحد مختلف، ما حصلش. واحد كده، دي كانت التقاوي الأساس بتاعتنا. آفة الفول البلدي الرئيسية هو الهالوك. ده آفة كده متطفلة بتطلع تخنق النبات وتخليه يصفر ويموت إن ما حرقتوش، صح ولا لأ؟
ده سبب ان مصر في يوم من الايام بعد ما كانت عندها اكتفاء ذاتي من الفول وقع منها زراعه الفول. النهارده احنا بنرجع تاني الناس وعندنا نسبه عجز 32%، وده شيء هايل جدا. لما نوصل ل 200,000 فدان ده شيء هايل جدا. لما عندنا اصناف زي دي احنا بنعمل طفره في الانتاج وبنعمل اكتفاء ذاتي للبلد دي. البلد دي الناس هتستحق ان كده. شاء الله باذن الله. الهلوك اخباره ايه؟ لان ده المزارع بيخاف منه. والله شوف، يعني كان تجربتي مع الاصناف بتاعتنا، انا مش عاوز اقول ان الصنف مقاوم، لكن هو المزارع اللي بيجي يقول لي النبات لو فيه عود هلوك النبات شكله ايه. ودي كان برضو في مريوط 2 كان معانا لجنه من الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، طلعوا شافوا حقل فيه هلوك طول الفول، قالوا هم نفسهم شهاده تثبت عليهم، قالوا ان احنا اول مره نشوف فول بالشكل ده. يعني بيتحمل هلوك معاه؟ بيتحمل هلوك. ليه؟ بيدي قوه نمو غزيره، بيقدر يغذي الهلوك ويغذي نفسه ما ياثرش عليه. دور الصنف الرهيب ده اللي كله قرون. عايز اعرف حاجه، الكميات اللي ممكن تطلع النهارده في مصر اللي مزروعه بتقاوي الاساس دي تكفي مساحات قد ايه؟ حدود مثلا 5000 فدان 6000 فدان. 5000 6000 فدان. بعد ما التقاوي المزارعين بتاعتها تبقى جاهزه امتى؟ ده ان شاء الله في شهر 6 بعد ما نغربل التقاوي ونجهز. شهر 6 اللي جاي ده على طول ان شاء الله. خلي بال حضراتكم، ظاهره الرقاد اللي بيتعرض ليها نبات الفول بتبقى مبشره، لان معناها ان الحمل كبير والانتاجيه عاليه. تعالوا نقابل الدكتور علاء طنطاوي، الأستاذ بالشعبة الزراعية والبيولوجية في المركز القومي للبحوث، وهيكلمنا عن صنف الفول البلدي المارد. دكتور علاء، حضرتك اللي أشرفت على زراعة حقول المارد، دي حقول إرشادية للتجارب صح كده؟ في البداية خالص. في البداية خالص. وحضرتك من نفس البلد اللي احنا فيها النهاردة، اللي فيها التجربة اللي احنا شايفين الإنتاجية عاملة ازاي. دكتور، تقييمك لهذا الصنف؟ ولما الدكتور سيد ابتدى خالص في البداية في 2019 على أساس إن هو يبتدي يعمل استنباط للصنف، وقرر خلاص إن هو هيسجل الصنف، فكان لازم إن في حقول بتتعمل على مستوى الجمهورية كلها في جميع الأجواء المختلفة، وابتدينا إن احنا نزرع وناخد التقييم، وخلاص خد قرار إن هو يسجل، والحمد لله رب العالمين التجارب طلعت فوق الممتازة. تجانس كبير جدا موجود على مستوى المحافظات. الميعاد ما اختلفش، ما بقاش فيه فرق كبير قوي ما بين المواعيد، بدءا من اخر 10 فعلا لحد نص 11 الجمهوريه كلها بتزرع منه، ما فيش اختلافات، ما فيش صدمات بسبب انخفاض الشديد لدرجات الحراره في الفتره الاولانيه او الصقيع او كده يعني. فدي كانت البدايه. حقول ارشاديه موجوده، جبنا منها داتا كويسه جدا، بس احنا نبقى مطمنين واحنا داخلين ان احنا الدكتور سيد يسجل الصنف في وزاره الزراعه، عارفين الصنف بتاعنا مواصفاته ايه وشكله ايه. لما مزارع بيشوف الكلام ده ويشوف عدد قرون اللي بنتكلم في 300 قرن في النبته الواحده او الشجره الواحده، رايه ايه؟ بيقول لك ايه؟ هو المزارع من تقريبا ممكن نقول من 2014 2015 بقى المزارع الفول في مصر له مفهوم مختلف خالص عن الفول بسبب الثلاث أصناف اللي الدكتور سيد بدأ بيهم. احنا زمان في الألفينات في بداية 2000 كنا بنقول ان أقوى أصناف عندنا أصناف مستوردة من بره، والصنف ده بيديني أكثر حاجة بيديها 6 فروع، وعلى كل فرع بتاع 10 ثمار أو 10 قرون، يعني بتتكلم في 60 قرن. طب النهارده احنا بنتكلم، انا النهارده رغم ان انا مشرف على الحقل ده، اللي انا فوجئت ب 32 و33 فرع في النبات. فالمزارع متفاجئ بالصنف، متفاجئ في عدد القرون والتفريع. بنقول 32 لو حد عدى هيلاقيهم 32. عدد الثمار لو 10 ثمار على الفرع الواحد يبقى بتتكلم في 320 320. هو بكام طن الفول النهارده؟ ب 45,000 تقريبا. 45,000 جنيه. والفدان ده بيرمي له قد ايه؟ 2 طن ونص. يعني بنتكلم في 110 120 ألف جنيه. تمام. في أحلى من كده؟ مفيش بعد كده. تعالوا بقى نقابل المهندس محمد غازي، مدير الدعم الفني في شركة أريج الزهور، المسؤولة عن تسويق أحدث أصناف الفول البلدي المارد، وكمان إرشاد المزارعين لأفضل معاملاته الزراعية. ركزوا معاه. المهندس محمد غازي، خليني أقول لك أول حاجة، وحشنا جدا. ده أولا أنت واحد من الناس اللي شفنا معاهم مزارع مانجا بتضحك. فاهم يعني بتضحك؟ النهارده حضرتك مدير الدعم الفني في شركه أريج الزهور. يعني بنتكلم عن المارد. المارد ممكن تحميله على زراعات مختلفه. تمام. وليه فوائد عظيمه جدا. تمام. عايز اسمع من حضرتك. والله حضرتك المارد ممكن نقدر نحمله في السنين الاولى لاشجار الفاكهه، وبخصوص ان هو زراعه شتويه بيكون في فتره سكون بتاع اشجار الفاكهه، فممكن المزارع يستغله
في فتره السكون ديت ويزرعوا بين المسافات البينيه بين السنوات الاولى لاشجار الفاكهه، هياخد اعلى استفاده من المزرعه بزياده في الانتاج المادي. تاني حاجه ان الفول لما بينزرع تحت الاشجار طبعا الفول بيدي الارض خصوبه، بيدي للارض فوائد كتيره جدا، بيمدها بالازوت باكتر. اكن الفدان في شكرتين يوريا، صح كده؟ تمام. وغير اليوريا بالذات بيمدها بالخصوبه، بيمد الخصوبه للارض، بيفتح مسام التربه، فبالتالي بيحقق انتشار لجذور الاشجار تنتشر. ودايما الفلاحين يقول لك الزراعه اللي بعد الفول بتحقق ربحانه. فما بالك لما نزرعها تحت اشجار الفاكهه، خصوصا في السنوات الاولى من السنه الاولى لحد السنه الرابعه في المسافات البينيه، بنحقق عائد كبير للمزرعه. باشمهندس، حضرتك النهارده بتنزل على الحقول الارشاديه كلها، صح كده؟ بنقول ايه للناس؟ بنعلمهم ايه؟ بنفهمهم معاملات زراعيه ازاي؟ تمام. انت معاك كام فريق النهارده بيشتغلوا معاك؟ يعني انا عاوز اقول لحضرتك احنا معانا في كل محافظه فريق. يعني ربنا يبارك في الدكتور سيد، يعني استاذنا وهو صاحب الصنف وربنا يبارك فيه. قدر هو بيتحرك بنفسه والله. زي ما قدر يربي الصنف قدر يربي في كل محافظه فريق. وطبعا برامج استرشاديه، مواعيد الزراعه، كميه التقاول لكل فدان، برنامج تسميدي بالنسبه للفطريات للحشرات، بالنسبه للتسميد للفول. وعاوز اقول لحضرتك يا استاذ محمد، احنا اذا ما اتبعناش برنامج تسميدي صحيح مش هنحقق النتيجه المرغوب منها. يعني نصيحتك ايه لكل مزارع بيزرع فول بلد النهارده واحنا محتاجينه؟ اقول له اتبع الارشاد الزراعي، اتبع المهندس الزراعي، اتبع البرنامج الزراعي عشان تطلع الفول اللي طعمها احلى فول في الدنيا كلها. الفول بقى اول حاجه بس ثانيه واحده يا جماعه، احنا الفول بتاعنا ليه طعم مختلف تماما عن اي فول موجود في العالم، وسعرنا مختلف عن اي سعر فول في العالم. يعني لو مثلا الفول اللي بيجي لنا من اي دوله، انجلترا، البرازيل، 6-7 جنيه كيلو، احنا 15 و16 و17 جنيه كمان. تمام. لان احنا طعمنا مختلف. الفوله بتاعتنا مسكره مش زي بتاعتهم اللي هي مالهاش طعم اساسا. وست البيت بترغب الفوله البلدي لان بتحقق الكواليتي والطعم، ومش محتاجه نار، ومش محتاجه وما بياخدش سوا كتير في الطهي. فبالتالي هي بترغب في شراء الفول البلدي، وخصوصا لما يكون المارد يبقى شيء عظيم. يعني المارد الجبار، المارد الجبار. وخلي بالك حضرتك الاسم اسم المارد راجع لقوه الصنف، راجع لقوه التفريعات، راجع لقوه تعايشه مع الهلوك. المارد اسم على مسمى. تعالوا بقى نسمع شهادة المزارعين محمود الديب ورامي شرمة، وهنعرف ملاحظاتهم على زراعة الفول البلدي المارد. المزارع محمود الديب، حضرتك بتزرع فدان ونص في المنايل الخنكة القليوبية، صح كده؟ ان شاء الله. فدان ونص السنة دي انت زارعهم بالفول ان شاء الله. انت بتعمل دورة، صح كده؟ ان شاء الله. رأيك ايه في المارد ده الجبار ده؟ المارد بصراحة ربنا الدكتور سيد الله يبارك له، مع الارشاد بتاعه والمشي بالمواصفات زي ما هو بيقول بالظبط. رش كل اسبوع، كل 4 ايام، زراعة، خدمة، كل حاجة عن طريقه هو. كان بيجي يبص عليه كل 10 ايام، كل 15 يوم كده. يعني فرحتك ايه بقى بالزرعة بتاعتك دي؟ حاجة يعني تشرف يعني القليوبية كلها. وانتوا شاطرين بتوع القليوبية، دايما عندكم احسن مزارع في القمح، احسن مزارع مش عارف ايه، احسن مزارع في احنا الفول. تعبنا والله عشان خاطر نطلع الشكل الحلو ده. يعني مش كده ربنا هيكرمك ان شاء الله. ازاي احنا بنتكلم في فدان يعمل لك 120,000 زي الفل يا عم. مسهل حالك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا باشا. رامي، انت بتزرع فدان صح كده؟ تمام السنه دي ان شاء الله. عاجبني فيك ان انت مزارع يعني. النشاطه دي واخدينها من الدكتور سيد. صح كده؟ تمام. احكي لي فدان ده بتعمل فيه ايه؟ هو ان شاء الله احنا اول مره نزرع الفول، بسمع عنه كتير، بس ان شاء الله اول يعني قلت اجربه، فكانش عندي خلفيه بالفول خالص، فنزلت بيه بقيت بسم الله زرع الفدان ب20 كيلو. نسبه التفريغ عاليه جدا، وزي ما انت شايف حضرتك ان كان عند اخ ليا مزارع او عندي في القريه 16 عود لحد وانت طالع لحد 33 عود في معظم من حبايه واحده. فاحنا متفائلين ان نسبه الانتاج ان شاء الله عاليه. يعني احنا بنسمع من الدكتور طبعا ان هو بيتكلم في رينجي محصول الاجمالي بتاع الفدان 15 دب و16 دب. احنا بامر الله ان احنا من المتابعات والارشادات اللي ماشيين معاه متوقعين ان احنا ان شاء الله نكسر الحاجز ال 20 اردب و21 اردب بالخدمه. وهو والله العظيم فعلا يعني شهاده تحقق، ما نزلناش اي نيتروجين ليه، هي مفيش الا مره واحده عشان برضك يبقى صادقين قدام ربنا.
شكارة كيماوي واحدة فقط لا غير، على قضين اللي هو بينزل مع مية الزراعة، وما فيش إلا إرشادات رش فطري حشري، حاجة كلها طبيعية لأي زرع وغير مكلفه. وغير مكلفة والله. يعني عشان انت الفدان ده ناوي توسعه؟ ان شاء الله بامر الله نازلين ان شاء الله ب5 فدانين ان شاء الله. انا كرامي نازل ب5 فدانين السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وكنت بزرع هنا برضو في المنايل؟ في لا قريه سندوه، وكنت بزرع اصناف تانية في زرع تاني، بس قلت لا اتجه للفول لان انا نفسي متفائل بيه. محتاجين نتوسع في زراعة الفول البلدي، أصل لازم نحقق الاكتفاء الذاتي، مش مصر اللي تستورد الفول. والحكاية كلها 350 ألف فدان بالكتير تتزرع بالفول البلدي بالطول أو بالعرض، ووقتها مش هنستورد أردب فول واحد من أي دولة في العالم.